سامويل إيتو يخرج عن صمته. ما حدث في نهائي كأس إفريقيا ليس مجرد كرة قدم، إنها قضية القرن ومؤامرة عربية لتدمير المغرب. الأسطورة الكاميرونية كشف المستور. هناك جهة عربية خارجية لم تتحمل نجاح التنظيم المغربي الأفضل في التاريخ، فجن جنونها، فقررت التحرك من الكواليس لضرب الأسود في اللحظات الحاسمة. المخطط بدأ في الربع النهائي وتصاعد في النصف، والهدف ضغط نفسي رهيب على اللاعبين وافتعال أزمات وانسحابات مفاجئة لإرباك الفريق وضمان إقصائه بأي ثمن. سيناريو النهائي كان مرعبا. انسحاب السنغال المفتعل واتهام الحكم بالرشوة لم تكن صدفة، بل مسرحية دمرت نفسية لاعبي المغرب وشوهت العرس الإفريقي أمام العالم. خلف هذا المنتخب شعب لا يعرف الانكسار، وتاريخ كتب بعرق الأبطال. مهما حيكت المؤامرات في الغرف المظلمة، يظل حب المغرب هو الصخرة التي تتحطم عليها كل الخطط. إيتو يصفها بالمؤامرة الأخطر، فمن هي هذه الجهة التي تخشى نجاح المغرب؟ اتركوا رأيكم في التعليقات.